السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارف ان انا غايب بقالي فترة يمكن كبيرة جدا، وبلاقي تعليقات حلوة قوي قوي منكم، انكم بتسألوني انت فين، ما بقتش تنزل زي الاول ليه؟ احنا كنا متابعينك، ده انت كنت مصدر مش عارف بنتعلم منه، ومش عارف حد بيقول لي كان القناة كانت كنز بالنسبة لي. ولكن الحمد لله يعني، وقدر الله مش عارف اقل، يعني تقريبا احنا واصلين لغياب 65 يوم ولا 60 يوم. آه والله يا كل واحد كل ما يقرر اللي هو عايز يرجع يدخل في تعب. ده اول حاجة، ادخل في تعب. التعب ده يكمل معايا فترة فترة فترة، فبعديها اكسل، يحصل لي ظروف شغل، يحصل لي يعني مشاكل. فالحمد لله ان احنا رجعنا تاني اهو. يمكن الفيديو دوت فيديو يعني عنوانه احنا وصلنا فين وهنعمل ايه. اولا عايز اقولك انا عملت ايه في الفترة الاخيرة في الستين يوم دول. طبعا الواحد يعني شايف المجال بتاع الجرافيك، وشايف الدنيا، وشايف الناس بتطلع، ناس بتسيب المجال اصلا، مش عارف والله، في ناس كده اهو. وفي ناس بتتطور، في ناس مستواها بيعلى. والله الواحد، انا عندي مبدأ في حياتي، انا كل جنيه بيجيلي اكيد بصرف برضو. آه، بصرف عادي زي اي حد بيصرف، في نفس الوقت بيجيلي برضو. لو جالي 2 جنيه، واحد بصرفه والتاني بشيله، اعمل مشروع. فبالتالي قعدت الفترة الأخيرة قعدت أعمل مشروع في التاني، وعملت مثلا مشروع أولا كانت منصة للمدرسين، وناس كانت عارفة الموضوع دوت، وفي ناس عارفة اللي أنا قفلت موضوع المنصة بقى بعد كده علشان زهقت. وعملت مثلا الأيام دي مشروع بلاي ستيشن، حاجة برضو م- آه، مربحة بالنسبة لي أنا. البلاي ستيشن، انك تقعد انت واصحابك في البلاي ستيشن احسن من انك تقعد على الموبايل تتابع ريلز. مش عايزين نطول، دوت كان الفترة الأخيرة اللي أنا غبت فيها. تعال ندخل بقى في الموضوع، احنا وصلنا فين في الجرافيك؟ الدنيا عاملة ايه معانا؟ إيه، بنذاكر جرافيك، بنتابع جرافيك، ايه الجديد في الجرافيك؟ حاجات كتيرة ظهرت، أدوات كتيرة ظهرت، أدوات كتيرة اتغيرت. حاجات كتيرة، ناس عملاء جم معانا مشوا من عندنا، برضو حاجات كتيرة. أنا حاجة عايز أبدأها جديد معاكو، وهي ازاي هنصمم الصور المصغرة بتاعة المشاهير. خلينا نتكلم بشكل مختصر جدا، ان الفترة الأخيرة لو انت دخلت على قناة اليوتيوب، او ندخل على اليوتيوب بوجه عام، هتلاقي نقطة ان معظم الصور المصغرة يعني الشكل بتاع الناس بشكل قريب جدا. يعني مثلا خلينا ندخل في البداية اهو. الشخص قريب جدا من الكادر، يعني المشاهير. تعال ننزل بس كده لحد ما نلاقي صورة مشاهير. يعني بص دي مثلا ايه، ده شخص تقريبا يعني بيبدأ في الصورة، بص بعيد شوية عن الصورة المصغرة، فبالتالي مش جايبة فيوز كتير. تعال ندخل برضو، عايزين نوصل للمشاهير. شايف برضو المنظر هنا حلو يعني، شكل جميل. ما فيش كتابة، يعني مثلا خلينا نقول نقطة برضو، معظم الصور المصغرة بتاعت المشاهير ما عليهاش كتابة، وعليها صورة تصميم حلو، وبرضو بتبقى زي ما قلت لك متقربة قوي، متقربة على وش الشخص. شايفين؟ خلينا مثلا ندخل على ايلون ماسك. ايلون ماسك مين اسمه ايه دوت، هنا برضو متقربة على وش الشخص. ناس كتير هتلاقيها متقربة على وش الشخص، متقربة على وش الشخص. شايف تقريب كلي على وش الشخص، تقريب على وش الشخص. تمام، ننزل برضه، انا بديكوا شوية امثلة برضه. هنا تقريب على وش الشخص، تقريب. يبقى احيانا بيبقى بقى في تقريب. يعني مثلا الصور المصغرة بتاعت الالعاب، يعني مثلا نكتب فيفا، مثلا فيفا. عايزين نشوف مثلا ايه قنوات الالعاب. شايف بص بركزوا. بص الصورة المصغرة متقربة على وش الشخص، واو بيظهر لك الكارت. احنا عايزين بس قناة مشهورة. شايف القناة مثلا، قناة اللي هو عبده دوت، ده واحد من المشاهير في المجال بتاع الكورة. بص دايما من غير كتابة، بتقرب على وشه. شايفين مفيش كتابة على التصاميم خالص خالص خالص. برضو متقربة. ومثلا ده هنا منظور تاني مختلف، بس تعال ندوس مثلا على ال هنا البوبيلار شوية. تعال نبص الحاجة المشهورة شوية. يعني يمكن هنا اللي سعفوا شويه، مش الصور المصغره الصراحه مش احسن حاجه، بس اللي سعفوا شويه ممكن الكتابه اللي على
الفيديو، بس برضو زي ما قلت لك متقربة على وش الشخص. فالفترة الأخيرة التقريب على وش الشخص دوت يعني لا بيجيب جدا في الشغل. يعني مثلا تعالى ده لسه واحد لسه طالع تقريبا جديد انا ما اعرفوش، تمام، بس يعني بص اتشهر جدا. شايف تقريب على وش الشخص، فكرة التقريب، مفيش كتابة، مفيش اي كتابة. فاحنا عايزين نعمل نفس الموضوع، ازاي هنتعلم حاجة. شايف مليون مليون مليون. انت شايف، تعال برضو نروح لسكة البوبيلر برضو. تقريب هنا يمكن دي مش احسن حاجة، هنا تقريب. فمعظم الصور المصغرة المقربة على وش الشخص تقريبا لا يعني بتجيب. فانا قررت ان انا اعمل صورة مصغرة بالمنظر دوت. فملخص الفيديو اللي احنا يعني انا عايز اقول لك قنوات المشاهير بتعمل ايه، فلازم نتابع ونحلل القنوات قبل ما نصمم صورة مصغرة. انا بقيت اصمم ازاي، يعني ايه اللي احنا هنصممه. انا مش هعمل حاجة جديدة، الموضوع في الصورة المصغرة بقى اسهل ما يكون. عندي موقع ارينا، وعندي الموقع، وعندي الفوتوشوب. ارينا وفوتوشوب بس. ايه اللي انا عملته؟ اولا جبت الصورة بتاعتي اهي، الصورة بتاعتي، الصورة بتاعتي دي اهي دي. جبت الصورة بتاعتي ديت وقربت، يعني هفهمك بس نقطة مهمة جدا عشان نبقى مرتبين كلامنا صح. انا بعمل اولا نيو، واعمل مقاس الصورة المصغرة. بجيب بقى الصورة بتاعت الشخص اللي انا بعمله الصورة المصغرة اهي، وليكن اهو، تمام. انا عايزه بالمنظر ده، يبقى في نص الصورة، عايزه في جنب الصورة. فابتدي اللي انا اول حاجة بعملها اللي انا مثلا عايز، لا انا عايزه يبقى اكبر من كده بشوية، وبالتالي احفظه على كده اهو. انا عايزه كده اهو في الجنب ده. بعد الصورة ما اخدها يبقى كده حفظتها اهي. ايه الصورة بالمنظر ده، اخدها زي ما هي كده اهو على موقع ارينا، وارفع واقول له انا عايزه يبقى مندهش، وحاطط ايده مثلا على بقه. انا كتبت له بروميت اللي انا عايزه يبقى مندهش، وطلع لي الصورة دي. بس اخدت الصورة دي وهي سودة كده اهو، رحت على الفوتوشوب، ما عملتش حاجة، عملته مندهش وقلت له لبسه لي نضارة نظر، ما عملتش حاجة تانية اهي. جيت بعد كده بالخلفية السوداء ديت رحت قصيتها وبقت كده اهو. بعد كده جبت خلفية من فريبك، خلفية عادية. بس اختيار الخلفية برضو لازم تراعيه. انا جبت خلفية بناء على ايه، هنا في اضاءة على وش الشخص، وهنا في جزء مظلم شوية على وش الشخص. رحت عملت ايه، خليت الشباك دي من الناحية دي، وخليت الجزء المظلم من الناحية دي. بعد كده قعدت لونت الغرفة بالهيو ان ساتوريشن. بعد كده ضلمت الجزء ده بس ما هو بفيد اسود. بعد كده عملت زي لايت، او يعني زي ما انت عارف عادي يعني، يعني مش حوار هنشرحه يعني. جبت اهو البرش تول بتاعتي، عملتها على الابيض، ومن وراه قعدت مثلا ايه اللي انا ازود في اللايت، فهمت يعني الموضوع بس. وبالتالي عملت لايت. بعد كده جبت حاجه كلر لوك اب، كلر لوك اب على الشخص، علشان مش عايز التون يكون مصفر شويه، عايز التون يبقى رايح سنه على الماجنتا. ايه بقى التون اللي انا استخدمته؟ دوس على كلر لوك اب وعملت اللي هي تو ستريب، تمام. بس اهي هنمسح دي بس، وعملت كده اهو، وقللت شويه في الاوباستي. بعد كده جبت الليفلز، يعني جبت الليفلز ديت وغمقت، يعني غمقت شويه، شايف غمقت شويه. بعد كده قعدت امسك كده اهو، جبت عملت سوليد كلر اهو، ده السوليد كلر. انا طبعا عارف ان طريقه شرحي دلوقتي بتبقى سريعه شويه، بس انا عايز الفيديو يبقى مختصر، لان هدف الفيديو ان احنا إيه يعني ازاي ايه الادوات اللي احنا هنستخدمها. بس بعد كده جزء المفصل هيجي ان شاء الله في فيديوهات بعد كده. تاني تعال نرجع، جبت سوليد كلر دوت كان اللون ده، واهو شغلت عبارة اللي انا عملت زي ريتاتش اضاءة على جنبه وعلى الجزء دوت انعكاس اضاءة. بعد كده جبت جريدينت كده اهو، عملت نيو لير وعملت جريدينت وعملت فيد من تحت لفوق. عملت كده فيد خفيف بس عشان يدي شوية تركيز على الشخص اهو، اهو جريد. بعد كده عملت كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر هو فلاتر كتير، انت بنظرة عينك بتظبط الدنيا. بعد ما عملت الكاميرا رو فلتر عمل لي الشكل بالظبط دوت. هتلاقي ان انا زودت في الهايلايت، زودت شوية في اضاءة المكان، زودت في اضاءة الشخص اهو بعد زود وضوح الصورة شوية. بعد كده عملت زي
زودت شويه في البرايتنس بتاع الجزء دوت. هنا زودت، هنا زودت في البرايتنس بتاع الجزء دوت، وبرضه زودت في البرايتنس بتاع الجزء اللي هو دوت. بعد كده دمجت الصورة كلها مع بعضها. في عندي مشكلة دي مش احترافية، ان الشعر يبقى بالمنظر دوت، ايه الاصل هنا مش مظبوط. فجبت أداة السلكشن كده اهو، وعملت كده اهو، وكتبت اللي انا عايز فلاي هير، وعملها لي كده اهو، فعجبتني جدا. وكذلك في الجزء دوت عملته، يعني ظبط لي الدنيا شوية. بعد كده دمجت كله مع بعضه. بعد كده اخدت الصورة دي زي ما هي كده اهو، زي ما هي، حطيتها على موقع ارينا اهو، وحطيت الصورة كذا، وحطيت الكارت بتاع اللي انا عايز احطه، واخدت برومت من شات جي بي تي. مش طبعا مش هعلمك ازاي تكتب برومت، هتكتب شات جي بي تي، تقول له انا عايز الشخص اللي الايد اللي حاططها على بقه يبقى ماسك بيها الكارت بتاع فيفا. بس ده اللي عملته، وطلع لي البرومت، واخدت دي. اخدت البرومت بعد كده، حطيت اهو زي ما انت شايف. ممكن يكون عمل شويه بلور عادي، ما فيش مشكله. لو انت مش عايز البلور اكتب له في شات جي بي تي انا مش عايز بلور على الشخص، يعني ما تعمليش فوكس على مثلا الكارت وتلغي الشخص، او تعمل العكس بس. بقى كده حطيت شويه لايتس كده اهو، جايبها من موقع فري بيك اهو، زي ما انت شايف. هجيب لك اللايتس، اي عادي بتكتب هنا على فري بيك لايتس، تمام. وهتلاقي لايتس كتير ممكن تاخدها اهي، مثلا زي دي اللي انا خدتها. وبعد كده حطيتها كده بشكل خفيف جدا متدرج، عشان يعمل مثلا زي التون، وبس مفيش اي كتابة حطيتها. وبعد كده جمعت كل الصورة على بعضها، وعملت كاميرا وفلتر. ودي كانت النتيجة النهائية. حاجة بسيطة جدا 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 جدا، بيتعمل عليها كورسات بألوفات، وكل دوت على الفاضي يعني. اتمنى يكون الفيديو يعني نال اعجابكم، وتكون حاجة مقدمة للعودة. وان شاء الله العودة بتاعتنا هتبقى عودة قوية جدا بإذن الله. اتمنى بس ان الناس تسيب لي تعليقات وكومنتات، ده اللي بيخليني ان انا اكمل وارجع. كان معاكم محمد قيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.